حاجه؟ ما هو انت لو نازله من بيتك محتشمه محدش هيقرب لك، ما هو انت لو لابسه لبس يليق محدش هيبص لك ولا حد يجي جنبك ولا حد يعمل لك حاجه. ما يا جماعه بصوا هي عامله ازاي ولابسه ازاي الاول، ما تشوفوها هي الاول لابسه ازاي وبعد كده اتكلموا على اللي عمله. ما تشوفوا هي طريقتها عامله ازاي وشكل جسمها في اللبس عامل ازاي. هو ده الكلام اللي انتوا عايزين تسمعوه صح؟ ده الكلام اللي انتوا المفروض عايزين تسمعوه واللي في التعليقات هلاقيه. معاكوا ان لبسها ملفت ومعاكوا ان لبسها يعني ضيق ومجسم جسمها، معاك وهي غلطانه. بس هل ده يديك الحق ان انت تعمل اللي انت عملته؟ ده يديك الحق ان انت تعمل فيها اللي انت عملته؟ ده يديك الحق انك تصورها كمان والبجاحه ان انت اللي بتصور؟ معرفش احنا بقينا بنحكم على الحاجه ازاي، بنسيب الحمار ونمسك في البردعه. هي غلطانه وانت عملت المصيبه الاكبر، يعني بدل ما تقول انا ماليش دعوه ولا يعني حتى انت ما اتكلمتش ولا قلت لها احترمي نفسك، لا ده انت عملت الاسخن من كده اللي يبين قد ايه ان انت بني ادم مش مظبوط. كل واحد بقى يدافع، كل واحد يتكلم، كل واحد هيقول اللي جواه واللي بينم عن تربيته وعن بيئته وعن الافكار اللي هو ماشي بيها. الله وكيل احنا عايشين مع بهايم.